بتبدأ حكايتنا مع شاب اسمه كيانو، واللي بيكون ماشي في الغابة وبيظهر قدامه 3 وحوش من الذئاب القوية، لكن هو طبعا بالقدرة بتاعته السحرية بيقدر انه يقتلهم بكل سهولة، وبعد كده بياخدهم معاه المخزون بتاعه عشان يقدر يستغلهم بعد كده. وبعد كده بنشوف واحد اسمه سيلفرال، واللي بيكون السبب ان كيانو موجود في العالم ده، وبيبدأ يعتذر له عشان هو ما كانش قصد انه يخليه يفقد الوعي، لكنه بيقول له ان القوة اللي معاه عشان دافع عن نفسه. فكيانو بيفضل ماشي بيقدر يشوف المستوى بتاعه وازاي بيتطور كل شوية عشان بيقتل الوحوش، وفجأة بيظهر قدامه بنت وولد توأم صغيرين في الغابة الكبيرة اللي كان ماشي فيها، وهو بيكون متفاجئ جدا من وجودهم، وبيحاول ان هو يتكلم معاهم، لكنهم بيكونوا خايفين جدا. ولما بيحس ان هم جعانين بيدور في المخزون بتاعه لغايه لما بيطلع تفاح وبيديهم ياكلوا، وفي الاول مش بيكونوا عارفين ياكلوه ازاي لحد لما هو بياكل قدامهم. وبعد كده بيشوف لهم لبس شكله حلو عشان يلبسوه مكان لبسهم اللي متبهدل، وفعلا بيبقى شكلهم حلو جدا بعد لبسهم الجديد. ولما بيحاول كيانو يتكلم معاهم وبيسأل عن عمرهم واسمهم محدش فيهم بيرد عليه، فبيستخدم مهارة لوحة الأسماء، وبيعرف إن هم لسه صغيرين وما عندهمش اسم، فبيقول للولد إن اسمه هيكون ألين والبنت اسمها هيكون إلينا. وبعد كده بيقول لهم إن هو عايز يخرج من الغابة دي وهياخدهم معاه عشان ما يفضلوش هنا في خطر الوحوش اللي ممكن يقتلوهم في الغابة. وبيمشوا بعد كده في طريقهم، لكن فجأة الأطفال بيجروا ناحية الوحوش، فبيحاول كيانو يتدخل عشان يحميهم، لكن بنتفاجئ إنهم أقوياء جدا وبيقدروا يقتلوا الوحوش هم كمان. فكيانو بيقول لهم لو لقوا أي وحش بعد كده يعرفوه الأول قبل ما يعملوا أي حاجة عشان هو كان خايف عليهم. وفعلا بعدها بيلاقوا وحش وبيعرفوه قبل ما يقتلوه، وبيفضلوا على كده لحد الليل. وبعدها كيانو بيقول لهم ان خلاص جه وقت العشاء، وبياكلوا كلهم بعد كده وبيرتاحوا شويه عشان يكملوا مشوارهم تاني يوم عشان يوصلوا لاقرب مدينه او مكان يقدروا يعيشوا فيه. وفعلا تاني يوم الصبح بيوصلوا المدينه، لكن لما بيجوا يدخلوا الحراس بيكونوا مستغربين ازاي واحد معاه طفلين صغيرين قدروا يدخلوا الغابه الخطيره دي ويطلعوا منها. ده غير انهم لما بيسالوه عن بطاقته كيانو بيقول لهم ان معهوش بطاقه، عشان كده بياخدوهم وبيعملوا لهم اختبار بالكره السحريه، لكن بينجحوا في الاختبار وبياخدوا بطايق مؤقتا باسمائهم عشان يعرفوا يتحركوا داخل المدينه. ولما الحارس بيحاول يضحك مع الطفلين بيخافوا جدا منه، واول لما بيدخلوا المدينه بنلاحظ ان الاطفال ماسكين في كيانو عشان خايفين ومش متعودين على الناس ولا الصوت ولا الدوشه اللي حواليهم. فكيانو بعدها بياخد الاطفال معاه وبيروح للمكان اللي هيقابل فيه سيلفرال، وبيسالها على الاطفال دي والمفروض يعمل فيهم ايه، وهو بيفكر يوديهم ملجأ ايتام، لكن سيلفرال بتقول له لا. فهو بيعرف انها كانت السبب في انهم يتقابلوا معاه، وكانت قصده كده، وكانت تقصد انها تخليه ينزل في الغابه الخطيره دي عشان ياخدهم معاه في رحلته، حتى انها بتعتذر له بعدها. لكن كيانو بيقول ان هو ما عندهوش مشكله خلاص من الموضوع، بس محتاج يفهم ايه قصه الطفلين دول. بس هي بتقول انهم مش اطفال عاديين، لكن ما ينفعش تقول اكتر من كده. فكيانو بعدها بيقول لها مش هيكتر في الاسئله المره دي، وبيقول انه هياخد معاه الطفلين وبيأجر بيت عشان يناموا فيه الليله دي من التعب. وتاني يوم بياخدهم على النقابه عشان يطلعوا بطايق اسماء جديده، وبيكون متفاجئ انهم بداوا يتكلموا فعلا وبيطلعوا صوت. وفعلا بيروح هناك وبيكون في بنت في الاستقبال واسمها لونا، وبتساله ازاي تقدر تساعدهم، فبيقول لها ان هو عايز يسجل في النقابه. ولما بيقول لها انه عايز يسجل الاطفال كمان بتستغرب، لكنها بتوافق في النهايه وبتقول لهم يرتاحوا شويه لحد لما البطايق بتاعتهم تجهز. فكانوا بعدها بيلاحظ ان الاطفال خايفين فبيطمنهم، وبعدها بيستلموا البطايق بتاعتهم. فلونا بتبدا تقول له القواعد والقوانين بتاعه النقابه وكمان الرتب بتاعه المغامرين اللي عندهم، فبيطلب منها انه عايز يكون مجموعه هو والاطفال واسمها الاجنحه البيضاء. فبيروح فعلا عشان ياخد اول مهمه، وانه يجمع 10 اعشاب عشان ينجز المهمه وياخد فلوس. وفعلا بيروحوا الغابه وبيجمعوا اعشاب كتيره جدا، حتى ان لونا بتتفاجئ من الكميه الكبيره دي في الوقت الصغير ده، فبتديهم الفلوس بتاعتهم. لكن فجاه في واحد بيزعق وبيحاول انه يضرب كيانو لانه متضايق من وجود الاطفال، بس في الوقت ده الاطفال بيضربوه بعيد، وبنلاقي الفارس اللي كان على البوابه واللي اسمه فولت بيوصل وبيطلع المغامر دومينيك بره. فالاطفال بيعيطوا، فبيبدا كيانو يواسيهم، وبعد كده بيشرح الموقف لفولت وان دومينيك اللي كان غلطان. بعدها فولت لما بيعرف ان كيانو مش ابو الاطفال دي بيستغرب وبيساله جابهم منين، فبيقول كيانو انه لقاهم في غابه جايا الشريره. طبعا كلهم بيتفاجئوا، لكن في نفس الوقت بيكون مبسوط ان كيانو عنده اخلاق كويسه. ولونا لما بتسمع ان كيانو كان في غابه جايا بتتجنن وبتقول له انها عايزه من المخزون بتاعه، فبتتفاجئ اكتر انه قدر يقتل ذئاب مفترسه. لكن كيانو بياخد فلوس كتيره جدا مقابل الحاجات دي. بعد كده فولت بيقول انه هيقابل مدير النقابه عشان يطلب منه مغامرين يروحوا معاه البعثه، ولما بيسال كيانو عن البعثه بيقول له فولت انها لغابه جايا عشان يقتلوا الوحوش. كمان بيقول له ان هو عايزه معاه في البعثه دي، بس كيانو بيقول له ان المفروض لسه مستواه مبتدئ، لكن فولت بيقول له ان هو كان هناك قبل كده فالموضوع مش هيكون صعب عليه. فولت بعدها بيطلب من مدير المغامرين، لكن بيحدد انه عايز كيانو بالاسم. حتى المدير بيستغرب لان المفروض كيانو لسه مستجد، لكن فولت بيقول له ان كيانو خصم قوي جدا وهيفيدهم في القتال. كيانو بيكون مع الاطفال بقالهم شهر في المدينه الجديده، وشايف انهم بقوا بيتعاملوا كويس من اللي حواليهم، عشان كده ما بقاش عندهم خوف او رهبه زي الاول. كمان لسه بيعملوا مهمات في النقابه وبياكلوا اكل كويس جدا. لكن كيانو وهم بياكلوا بيفتقد الخبز اللي بيكون جواه شوكولاته وكراميل، وبيقول ان هو جات له فكره هيعملوا بيها. وكمان الاطفال بتكون فرحانه جدا وعايزين يساعدوه في عمل الخبز ده. فكيانو بعدها بيروح المخبز عند ميشيل وبيقول
وبيقول لها ان هو عايز يعمل حاجه، وفي الوقت ده ابوها بيوصل واسمه رود وبيساله عن طلباته. فبيبدا كيانو يشرح اللي هو كان عايزه، لكن رود بيقول له ان طلبه ده مش موجود. فبيبدا كيانو يقول له ان هو معاه الحاجات اللي المفروض هيعملوا بيها وعايز يساعد ويعملها هو بنفسه في الفرن معاه. فبيوافق رود وبيبداوا في صنعه فورا، حتى ان الاطفال كمان بيبداوا يساعدوا معاهم، والاجواء بتكون كلها فرحه ومتعه. واخيرا بيعملوا كميه كبيره، ولما بتطلع من الفرن بيبداوا ياكلوا منها وبتعجبهم جدا، لدرجه ان رود بيطلب من كيانو انها تتباع في الفرن ويكون ليه نسبه فيها عشان هو اللي اخترعها. لكن كيانو بيقول له كفايه ان هو هيقدر يشتريها، هو مش عايز حاجه تاني غير كده. وكمان بنلاحظ ان الاطفال حبوا طعمها جدا لدرجه انهم عايزين تاني منها لسه. وكيانو بيوصل النقابه مره تانيه، ولونا بتقول لهم ان مستواهم بقى اعلى من الاول بكتير، وبتبدا تعرض عليه انه ينزل المتاهه، وبتوصف له المتاهه انها 15 دور وهيباتوا فيها ايام عشان يقدروا يوصلوا للنهايه بتاعتها. وكيانو بعدها بيسال الاطفال اذا عندهم رغبه، وفعلا بيوافقوا. حتى بنلاحظ انهم بداوا في المشوار بتاعهم وبيوصلوا الطابق الثالث، فبيقابلهم على طول وحش صغير، لكن الطفلين بيقضوا عليه بكل سهوله. والمفروض ان الوحش اللي بيموت بيديهم غنيمه كبيره وبتكون على الارض عشان يقدروا يبيعوها، وبيكملوا رحلتهم وهم مستمتعين جدا. وفجاه بيقول لهم كيانو يلا عشان ياكلوا، وفعلا بياكلوا وبيكون الاكل كويس جدا. وبعد كده بيرتاحوا عشان يكملوا باقي الطوابق، وبعدها بيكملوا طريقهم وبيقتلوا في الوحوش لحد لما بيلاقوا صندوق بيكون فيه كنز، واللي بيكون عباره عن حاجه بتزود طاقتهم وحاجه تانية بتجدد الطاقه. وبيفضل الوضع كده وانهم يقتلوا في كل الوحوش اللي بتقابلهم لحد لما بيكون في نحل وبيجروا الاطفال عليهم عشان يقتلوهم، لكن الامر كان صعب عليهم شويه، بس بيقتلوهم في النهايه بكل سهوله. دول كمان بيجيبوا العسل اللي وقع من النحل لكيانو، وكيانو بعدها بيعمل لهم فطيره بالعسل واللي بيكون طعمها حلو جدا ومبسوطين بيها. لكن النحل بدا يجي كتير المره دي وهم قتلوهم كلهم، والعسل بقى معاهم بكميه كبيره، وخلاص بيوصلوا للطابق ال15 وبيكون في قدامهم باب كبير واضح ان في زعيم الوحوش جوه. وفعلا لما بيدخلوا بيلاقوا دوده الارض واللي بتكون كبيره جدا، وكيانو بيخليهم يقفوا بعيد وبيبدا هو في القتال مع الدوده، وفي النهايه بيقدر يقتلها. وبعد كده بيلاقوا كنز مره تانية، واخيرا بيقدروا يطلعوا من المتاهه. بس اول لما بيطلعوا الاطفال بيكونوا خايفين لان في ذئب قدامهم، لكن لما كيانو بيحلل شخصيته بيلاقي انه اليف وبيبدا يلعب معاهم، والاطفال فرحانين جدا حتى انهم بيختاروا ليه اسم واللي بيكون جول. لكن مش هينفع يدخل معاهم المدينه عشان الناس ما تخافش من وجوده، عشان كده كيانو بيخبيه في الظل بتاعه. وكيانو بيروح للمكان اللي بيقابل فيه سيلفرال وبيسالها عن موضوع الوحش اللي لقوه في الغابه، وكان اليف معاهم. فبتقول له ان بطل قوه الماء هو اللي بعته، واللي بيكون بعته هديه ليه، ده غير انها هي كمان بكره هتبعت وحوش هديه ليهم. وفعلا تاني يوم لما بيروحوا الغابه بيلاقوا هديه من سيلفرال واللي بتكون نمر وكمان صقر، حتى ان الاطفال وكيانو بيكونوا مستغربين الوضع. وكيانو اول لما بيشوفهم بيعرف ان دول اللي قالت عليهم سيلفرال امبارح، وبيبدا يشوف على لوحه الاسماء قوتهم والمستوى بتاعهم قد ايه. وبعد كده الاطفال بيسالوه عن اسمائهم، فبيقول ان النمر هيكون اسمه فيت والصقر هيكون اسمه بولت. وبيبداوا الاطفال يلعبوا معاهم وهم فرحانين جدا، وكيانو بيكون عايز يعمل لهم طاقه عشان يكونوا معروفين ويكون شكلهم حلو ويقدروا يصغروا في الحجم ومحدش يخاف منهم في المدينه. لكن المفاجاه ان الاطفال بيعجبهم الطوق ده وبيكونوا عايزين هم كمان طوق زيهم، لكن كيانو بيفهمهم ان الطوق ده بيتعمل للحيوانات بس. وبنلاحظ ان الاطفال زعلانين، عشان كده بيقرر كيانو انه يفرحهم وعمل لهم سلسله شكلها حلو برضه، ده غير الشنطه عشان يحطوا فيها كل الحاجات بتاعتهم. وفعلا بعدها بيكونوا فرحانين جدا. بعد كده بيمشوا في طريقهم للمدينه، وبيقول لفيت وجول يفضلوا صغيرين وبيطلب من الصقر يستخبى في الظل بتاعه، وبيدخلوا المدينه بالبطايق بتاعتهم. وبعد كده بيمشوا في طريقهم، لكن فجاه إلينا بتقف قدام محل فيه العاب وحاجات بتاعت بنات، فبيدخل بيهم كيانو المحل وبيشتري شريط شعر لإلينا وبيكون شكله حلو جدا. وبعد كده إلينا بتبدا تجيب منه كتير، ده غير انها اختارت اللون الاسود عشان نفس لون شعر كيانو. وبعد كده بنشوف إيلين ومش عايز حاجه من الحاجات دي لان هو ولد اصلا، بس صاحبه المحل بتطلب من كيانو يخليهم يلبسوا هدوم من اللي بتعملهم عشان تشوف المقاس والشكل ده هل هينفع للاطفال ولا لا. وفعلا الحاجه بيكون شكلها حلو جدا عليهم، لدرجه ان كيانو بيشتري منها واحد ليهم في الاخر عشان يكون عندهم لبس جديد. وبعد كده بيخرجوا من المحل وبيوصلوا البيت عشان يناموا، لكن بنلاحظ ان كيانو زعلان جدا عشان مفيش حاجه في العالم ده يقدر يشتريها لإيلين. وتاني يوم الصبح الاطفال بيصحوا من النوم، وبعد كده بيفطروا كلهم عشان يكونوا مستعدين للرحله واللي هتكون مع فولت في اصطياد الوحوش من الغابه. وبيوصلوا بعد كده عند فولت والفرسان، لكن بنلاحظ ان الاطفال لسه مش متعودين عليه. وبيوصل بعدها القائد ايزاك واللي بيرحب بوجود كيانو والاطفال، وبعد كده بيتوجهوا للعربيه بتاعه فولت. لكن كيانو بيحس ان في حد بيبص ليهم بصه غريبه، حتى انه مش عارف ده عدو ولا صديق، عشان كده بيقف مكانه شويه لدرجه ان فولت بيلاحظ وبيقول ان مفيش حاجه. وبيركبوا العربيه بعدها عادي جدا، وبنلاحظ ان الاطفال بداوا يتعودوا على الاجواء وبيتعاملوا مع الفرسان من غير توتر. واخيرا بيوصلوا غابه جايا الشريره، وبيبدا القائد يقول لهم الخطه اللي المفروض هيمشوا عليها. كمان بيقول لكيانو انه لازم ياخد باله من نفسه وكمان ياخد باله من الاطفال وما يبعدوش خالص عنه. وبعد كده بيعرفوا على المغامرين اللي هينضموا ليهم في المرحله دي، وبيكون اسمهم رودولف وإيريس، وكمان معاهم جليم وزاك، وكلهم بيتعرفوا على كيانو والطفلين. وبيمشوا بعد كده في طريقهم للغابه، وفجاه الاطفال بيقولوا ان في وحش قرب منهم. ولما بيقول كيانو كده الكل بيستغرب لان حتى جهاز
جهاز الكشف بتاعهم مش بيظهر حاجه، لكن كيانو بيكون واثق ان في وحش هيقرب عليهم دلوقتي، وفعلا بيظهر قدامهم ذئب احمر كبير جدا، حتى الكل بيكون خايف منه. لكن بنتفاجئ لما بنلاقي الاطفال بيجروا على الذئب، وكيانو بيكون خايف عليهم جدا، ده غير نظرات الفرسان الموجودين لهم بكل استغراب. وبعد ما قتلوا الذئب القوي، والكل بيكون مستغرب ازاي الطفلين قتلوا الذئب وهم في العمر الصغير ده، وفولت بيتكلم مع كيانو بصوت عالي بيقول له ازاي الاطفال دول بيعملوا كده، بيقول له كيانو انهم اقوياء جدا. فبيقدر فولت يفسر موقف المغامر لما ضربوه في النقابه، وبعد كده بيسال فولت ازاي قدر يلاقيهم او يخليهم اقوياء كده، فبيقول ان هو لقاهم في الغابه هنا وكانوا اقوياء اصلا من وقتها، وهو ما عملهمش حاجه اصلا. وطبعا بنلاحظ علامات الاستغراب على القائد فولت، وكمان ايزاك بيكون مستغرب ازاي يقدروا يقتلوا الوحوش بالقوه دي. وبعد كده الاطفال بيجمعوا اعشاب مهمه للعلاج، لكن بيكون في عشب سام، ولما بيحاول فولت انه يمسكه بيبدا القائد ايزاك يتكلم معاه وبيديه درس، وكيانو بيحاول يخلص فولت من التوبيخ اللي بياخده بسبب الخطا بتاعه، فبيخلي الاطفال يروحوا للقائد ايزاك ويدوا له اعشاب هديه، وقتها يقدر فولت يمشي. وبنشوف مجموعه من وحوش الاورك بتهجم عليهم، فكيانو بيقول للاطفال يفضلوا بعيد، وبدا هو واللي معاه الهجوم على الوحوش، وفي النهايه بيقتلوهم كلهم. لكن فولت مستغرب من قوه كيانو اللي بتخليه قادر يقتلهم بالسرعه دي، فبيقول لرودولف انه يكلم مدير النقابه يرفع كيانو مستوى كمان. والاطفال بيكونوا جعانين، فبيقول القائد ايزاك ان ده وقت الاستراحه، وكيانو بيديهم من الخبز اللي عمله. وفولت بيتعجب لان دي حاجه نادره جدا عندهم، وبيستغرب اكتر لما بيعرف ان كيانو والاطفال هم اللي عملوه بنفسهم. وبعد كده كيانو بيطلع اللي معاه، فبيبدا الكل ياكل منه وبيستعيدوا قوتهم ونشاطهم. وفي طريقهم وسط الغابه فجاه بيظهر قدامهم شعله حمراء، وده معناها ان في حد بيستغيث، فالقائد بيقول لهم يجروا بسرعه عشان يقدروا ينقذوا المجموعه بتاعتهم اللي بتحارب هناك. وكيانو بيكون شايف انهم كده مش هيلحقوا يوصلوا في الوقت المطلوب، فبيقف مكانه، وبعد كده بيمسك الاطفال وبيستخدم قوه الاعصار السريع واللي بتنقله فورا عند مكان الجري. وبيشوف قدامه وحوش كتيره من الذئاب المفترسه، ده غير ان في واحد مصاب، فبيقرر انه يستخدم السيف وبيستعد هو والاطفال، وبعد كده بيهجموا على الوحش وبيقتلوه. وبيوصل بعدها القائد فولت، واللي بيكون مستغرب انهم قدروا يقتلوا العدد ده كله لوحدهم، وبيبدا يشجع كيانو، وبيكونوا واقفين بيتكلموا مع بعض. لكن كيانو بيحس بنفس الاحساس والشعور الغريب مره تانية، وهو ان في حد بيراقبهم، وبيبدا ياخد الاطفال في حضنه عشان ما يقلقوش. بيوصلوا بعد كده للمخيم واللي المفروض انهم هيرتاحوا فيه، فهيبداوا يحضروا وجبه العشاء دلوقتي. لكن كيانو بيلاقي الفرسان مش عارفين يطبخوا نهائي، فبيحاول ان هو يعدل عليهم مره تانية، لكن الموضوع بيكون صعب. وبيقول لهم ليه ما بيخلوش إيريس هي اللي تطبخ بما انها جت معاهم، فبيبداوا يضحكوا وبيقولوا انها اصلا مش بتعرف تطبخ نهائي. وإيريس بتحاول تدافع عن نفسها من كلامهم، لكن كل اللي بيكون هامم كيانو هو الاكل، عشان مش عايز الاطفال ياكلوا اي حاجه ممكن تضرهم وخلاص. عشان كده بيقرر ان هو اللي هيتولى الموضوع ده بنفسه، وبدا يطلب من الفرسان يساعدوه في التقطيع. وفي النهايه بيعمل اكل كويس جدا، والكل بيكون مستعجل. عشان كده لما بيصحوا تاني يوم بنلاحظ ان الكل بدا يبص له عشان بيعمل لهم وجبه الفطار. لكن نفس الشعور الغريب بيحسه كيانو والاطفال مره تانية، وهو ان في حد بيبص عليهم ومراقبهم. وبيفضلوا ماشيين كتير في اليوم ده، لكن مفيش حاجه بتظهر قدامهم، ودي حاجه غريبه بالنسبه لهم. فلما كيانو بيسال فبيرد عليه القائد فاريوس اللي انقذه من الوحوش امبارح، وبيقول له ان المفروض كل ما يقربوا من العمق يلاقوا وحوش اكتر. وفجاه بيحس كيانو بالنظرات الغريبه مره تانية، وده مش بيخليه يلاحظ الوحش الكبير اللي قدامهم. واول لما بيشوف الافعى الشريره بيتفاجئ، والاطفال بيكونوا خايفين جدا. فالقائد بيحاول يبعد الكل عنها عشان هي هتنزل على الارض دلوقتي وممكن تقتل اي حد تشوفه، والمعركه بتكون قويه جدا بينهم. وبنلاحظ ان مفيش اي ضربات بتاثر في الافعى ولا حتى السحر، ده غير انها صابت كتير منهم ولازم يتعالجوا دلوقتي. والافعى بتحاول انها تتوجه ناحيه المصابين عشان تقتلهم، لكن كيانو فورا بيستخدم قوته واللي بتوقع قدامها الاشجار، فمش بتعرف تتحرك لحد لما بيخلي اصحابه يتحركوا من مكانهم. وبعد كده المغامرين بيحاولوا يضربوها، لكن مفيش اي ضرب بيأثر فيها نهائي. وكيانو بيدور على نقطه ضعفها، لكن في الوقت ده بنلاقي إيلين وإلينا ماسكين في الافعى. كيانو بيضربها والسكينه في عينيها، وهي دي بتكون نقطه ضعفها. بس للاسف في الوقت ده بيحس بالنظره الغريبه مره تانية، فده بيخلي إيلين وإلينا انتباههم يتشتت، فبتقدر الافعى تضربهم بعيد. وكيانو بيكون خايف عليهم من الموت، لكن بتيجي المساعده فورا وبتبعدهم من هناك. وبنلاحظ ان كيانو بيكون غضبان جدا، فبيطلب من رودولف انه يلهي الافعى لحد لما يجهز السحر المتقدم بتاعه. وفعلا كيانو بيجهزه، وبعد كده بيطلب منهم يبعدوا، وفي النهايه بيقتل الافعى الشريره. لكن في نفس الوقت الاشجار بتقع من كل مكان، وكيانو بيطمن على الاطفال. لكن فجاه بيحس بنفس الشعور ده مره تانية، لكن المره دي بيروح عند واحد من الفرسان وبيضربه، والكل بيكون مستغرب وبيسالوه بيضرب الفارس ماجيوس ليه كده. فبيقول لهم انه من بدايه الرحله وهو بيبص ليه بطريقه مش كويسه فيها خبث ورغبه في القتل. طبعا الكل بيكون مستغرب ومش مصدقين الكلام ده، حتى ماجيوس نفسه بيقول ان ده كذب وما حصلش. لكن رودولف بيقول ان هو كمان من اول لما انضم ليهم وهو شايف ماجيوس بيبص بطريقه غريبه، وهو كمان السبب في ان الطفلين بصوا ليه بسبب نظرته الغريبه، وكان ممكن يموتوا بسببه. فبيبدا كيانو بعد كده يتعصب عليه وبيقول له يعترف ايه السبب اللي خلاه يعمل كده، والا هيقتله فورا. فماجيوس بيتكلم وبيقول ان كيانو السبب لانه
لان هو اصلا بيحب القائد فولت وحس ان كيانو ممكن ياخد القياده منه. فلما الموجودين بيعرفوا كده بيبداوا يلوموا فولت، وكمان الكل بيعتذر من كيانو على سوء التفاهم اللي حصل وان ده مش هيتكرر تاني، وكمان اهم حاجه ان الاطفال بخير. وكيانو بعدها بيقول لهم مفيش مشكله المره دي هعديها من غير عقاب، لكن اذا حاجه زي كده اتكررت تاني اكيد هيكون ليها عقاب شديد كمان. وفي الوقت ده رودولف بيقول لكيانو انه جعان جدا وعايز ياكل، وكمان كل الفرسان بيكونوا جعانين، لكن بنحس ان كيانو مش عايز يعمل لهم حاجه بعد الموقف اللي حصل ده. لكن لما الاطفال بيقولوا انهم عايزين ياكلوا فبيبدا يعمل اكل كويس والكل بيساعد فيه. وبعد كده بنلاقي فولت راح يقعد مع كيانو والاطفال، والعلاقه بدات تتحسن بين الاطفال وفولت. وبعد كده فولت بيقول لكيانو ان خلاص المهمه انتهت هنا ويقدر يرجع المدينه من تاني مع الاطفال ويستلم المكافاه بتاعته من النقابه. وفعلا اول لما بيوصل النقابه بنلاقي لونا بترحب بيه بطريقه كبيره، وبعد كده بتاخده الاطفال عند المدير يوهان واللي بيشكر فيه وفي مجهوده، كمان بيرفع مستواه هو والاطفال. وبعد كده بينزل مع لونا عشان يستلم المكافاه بتاعه الترقيه، والاطفال بيكونوا مبسوطين لما بيشوفوا الفلوس. لكن لونا بتقول له ان لسه في حاجه مهمه تانية، وهي انها عايزه منه الموارد اللي جمعها من الغابه والمتاهه. فعلا بتمشي معاه لحد لما بيوصلوا عند جسم الافعى الكبيره، وبيتفق معاها ان هو هياخد منه جزء عشان يستخدم في العلاج والباقي كله هيكون بتاعها. ده غير انه طلع لها حاجات تانية كتير من اللي جمعوها في الغابه. وبنلاحظ الفرحه الكبيره على وش لونا، لكن الاطفال بيكونوا متضايقين عشان اداها كل حاجه تقريبا. لكن لما لونا بتشكر الاطفال على مجهودهم بيتكسفوا من نفسهم ومش بيتضايقوا منها. وبعد كده اخيرا كيانو بيقول للاطفال انهم لازم يرتاحوا من اليوم المتعب ده، وفعلا بنلاقيه بينام فورا اول لما بيوصل البيت من شده التعب بسبب المهمه اللي عملوها في الغابه. وبعد كده بنشوف كيانو في الحديقه مع الاطفال بيلعبوا بالحيوانات اللي معاهم، وبيستغرب لما بيلاقي إيلين بيعمل حركات غريبه قدام جول. ولما بيسالوا عن سبب الحركات دي فبيقول إيلين انه عايز يخلي جول والباقيين يتكلموا عشان يعرفوا يفهموا بعض ويكون في جو من المتعه. وبعد كده بنلاقي كيانو قاعد مع الاطفال بيحاول يعلمهم طريقه الحساب، وكمان بيعلمهم ازاي يستخدموا العملات كويس. وفي نفس اليوم بعد ما بيعلمهم بياخدهم السوق عشان يطبقوا الحاجات اللي اتعلموها عملي. فبيروح بيهم عند بياع الفاكهه، والاول بيحيي البياع وبعد كده بيقول لهم شوفوا انتوا عايزين ايه. فبيبدا إيلين في الاول وبيختار برتقال، ولما بتساله عايز قد ايه بيبص لكيانو واللي بيقول له يختار 5. وبعد كده بيعرف المفروض يدفع كام وبيطلع الفلوس مظبوطه. وبيجي الدور على إيلينا واللي بتختار تفاح، ولما بتتسال عن العدد بيقول لها كيانو تختار 5. وفي الوقت ده بتعرف السعر كام وبتطلع الفلوس مظبوطه. والست بتشكر كيانو عشان قدر يعلم الاطفال طريقه الحساب وكمان الاسلوب المحترم اللي ينفع يتكلموا بيه مع الناس. وبعد كده كيانو بيشكر الست على معاملتها وبيتحرك هو والاطفال وبياخدهم على المكتبه. واول لما بيوصلوا الاطفال بيتفاجئوا من شكل المكتبه وان في كتب كتيره جدا في كل مكان. وبعد كده بيبدا كيانو يدور على كتاب يقدر يطور بيه سحر استخدام الماء، وفعلا بيلاقيه. وبعد كده بيفكر انه يعلم الاطفال القراءه من الكتاب ده، لكن بتوصل مديره المكتبه واللي بتقول له ان في عندها كتب ومجلات فيها صور كرتون للاطفال عشان يتعلموا ويستمتعوا في نفس الوقت. فبيشكر كيانو المديره والاطفال بيعملوا نفس الحركه بتاعتها. فبتبدا المديره تمدح في الاطفال وطريقه تعليم كيانو ليهم، وكيانو بيكون مبسوط عشان اغلب اللي قابلهم بيشكروا في الاطفال وطريقتهم. وتاني يوم بيروح النقابه عشان يشوف ايه المهمات اللي موجوده عشان يقدروا يعملوها النهارده. فبيلاقي مهمه قط ضايع وهم لازم يدوروا عليه عشان يرجعوه لصاحبته مره تانية. وفعلا بيبداوا رحلتهم عشان يدوروا على القطه واللي بتكون كل المعلومات المتاحه ان اسمها مينا وفي عندها طوق على رقبتها. وكيانو بيكون عايز يسرع عمليه البحث فبيطلع صحابه عشان يساعدوه في التدوير على مينا، وبيبداوا كلهم يتحركوا بكل نشاط وحيويه وبيدوروا. لكن للاسف كل اللي بيظهر قدامهم قطط، لكن مينا ما بيكونش وسطهم. وبنلاحظ ان الاطفال حصل عندهم يأس، لكن كيانو بيقول لهم تعالوا ندور في مكان تاني. وكل ما بيدور مش بيلاقوا مينا وبيقعدوا شويه عشان يرتاحوا، لكن كيانو بيكون فقد الامل خلاص. فبيقول لهم ايه رايكم كفايه كده ومش مهم نكمل النهارده. لكن الاطفال بيكون ليهم راي تاني لما بيقولوا انهم هيقدروا يلاقوه النهارده، وفعلا في النهايه بيلاقوها. لكن بيحذرهم كيانو وبيقول لهم يقربوا بالراحه، وفعلا بيسمعوا الكلام وبعد كده بيحاولوا يلعبوا معاها عشان تحبهم وتقرب عليهم. وفعلا بيقدر كيانو يمسكها، لكن بيحس ان مينا جعانه جدا فبيبدا يحط لها لبن وهي بتشربه. وبعدها بيوصلوا مينا لصاحبتها واللي كانت مستنياها في النقابه وبياخدوا الجايزه بتاعتهم اخيرا. وبيقول للاطفال ان كفايه كده النهارده وبكره هيكملوا، لكن الاطفال كانوا عايزين يشتغلوا اكتر النهارده وبيسالوا اذا في مهمات بحث تاني. لكن لونا بتقول لكيانو ان خلاص مهمات البحث اللي كانت موجوده خلصت واللي موجود دلوقتي مهمات تانيه لكن ممكن تكون خطر على الاطفال. فبتقول لونا ان في مجموعه من العفاريت بتهجم على قريه ومحتاجين حد يدافع عن القريه. فكيانو بيسال الاطفال اذا هيقدروا يروحوا معاه في المهمه دي ولا لا، وهم طبعا مش بيكون عندهم مانع لكن مش عارفين ايه هم العفاريت دول اصلا. وبعد كده بيوصلوا للقريه وبيقولوا للحراس انهم المغامرين اللي هيقتلوا العفاريت، فبيدخلوهم عند شيخ القريه وبيبداوا كلام معاه وبيعرفوا كيانو على نفسه. لكن فجاه وهم بيتكلموا بنسمع صوت عالي جاي من تحت، واضح ان في هجوم من العفاريت حصل على القريه وفي واحد من العفاريت خلاص كان هيقتل السيده، لكن كيانو بينقذها في اخر لحظه. وبعد كده جول والحيوانات بيقتلوا اللي فاضل من العفاريت، وخلاص دلوقتي مش فاضل غير اخر واحد وهو الزعيم بتاعهم. ولسه كيانو بيستعد عشان يلاقي طريقه يضرب العفريت بيها، بيلاقي إيلين وإيلينا قتلوه خلاص وبيتكلم مع الاطفال وبيحفزهم. وفجاه بيسمعوا صوت طالع من جول وفليت، وكمان
وكمان بولت، فبيستغربوا. لكن بعد كده بيعرفوا انهم اترفعوا في المستوى عشان قتلوا العفاريت معاهم. وكمان كيانو بيفتكر طريقه الاطفال وهما بيعلموهم ازاي يتكلموا، فبدا يشكر الاطفال وبيشجعهم على اللي عملوه. وفجاه بنشوف دخان، فبيطير بولت عشان يعرف ايه سببه. وكيانو شايف ان هو ده الوقت المناسب عشان يختبر قدرات الكتاب اللي كان بيقرا فيه عن استخدام سحر الماء. لكن للاسف جرب اكتر من مره بس كلهم ما نفعوش عشان لسه قوته مش احسن حاجه في سحر الماء. وفي النهايه جول هو اللي بيطفيها بالسحر بتاعه. ولما الاطفال بيحسوا ان كيانو زعلان بيواسوه عشان ما يزعلش. وخلاص كده بيخلصوا مهمتهم، فبيبداوا انهم يتحركوا من القريه بعد ما بيسلموا على اهلها بكل حب وموده. وبعدها بيوصلوا للمدينه بتاعتهم وبيسلم لونا الموارد والحاجات اللي كسبها من العفاريت، وكمان بياخد المكافاه وبيوصل البيت عشان يرتاحوا. لكن الاطفال كانوا عايزين كيانو يقرا لهم قصه، وفي القصه يتكلم عن المحيط والسمك. ولما عرف ان الاولاد ما بيعرفوش الحاجات دي قرر تاني يوم انه يروح يتكلم مع فولت، وكمان هيتكلم مع ايزاك عشان يقول لهم ان هو هيروح مدينه بيلي واللي بتقع على المحيط عشان يخلي الاطفال يشوفوا كل حاجه نفسهم فيها. وقبل ما يمشوا بداوا يزوروا كل الناس اللي عرفوهم الفتره الاخيره، سواء صاحب المخبز او حتى بتاعه الملابس. كمان مش بينسى لونا وسيلفرال. واخيرا وصل على ابواب المدينه وبيقول للاطفال يودعوا المدينه دي فتره مؤقته لحد لما يرجعوا مره تانية. ولسه هيتحرك بيلاقي واحد بيقول له يقف ويرجع له الاطفال لانهم بتوعه. فالاطفال بيفتكروا الراجل ده وان هو كان واخدهم عبيد وضحى بيهم للوحوش، عشان كده بيخافوا جدا وبيمسكوا في كيانو. وكيانو مش بيكون فاهم الراجل ده عايز ايه بالظبط، لكن بيكرر كلامه مره تانية وبيقول ان الاطفال دول من البضاعه بتاعته. فبيستغرب كيانو، لكن بيفهم بعدها ان الراجل ده تاجر للخدم وكان واخدهم خدم معاه، لكن ضحى بيهم للوحوش في الغابه عشان يقدر يهرب. فكيانو بيحاول يتمالك اعصابه وبيقول له دول اخواته مش خدم ولا حاجه، لكن الراجل بيفضل مصمم على موقفه حتى ان كيانو بيتضايق منه ولسه بيفكر يعمل ايه. لكن فجاه بيظهروا الحراس اللي بيسالوا التاجر عن المشكله، لكن كيانو بيقول لهم ان التاجر كذاب عشان حتى معهوش اي حاجه تثبت الكلام اللي بيقوله. وفي الوقت ده بيوصل فولت وايزاك واللي بيخلوا الراجل يروح السجن فورا، وبيسمعوا كلام كيانو. وكيانو بيشكرهم على وقفتهم معاه وتصديقهم ليه. كمان هم بيكونوا جايين عشان يودعوهم قبل ما يمشوا. وبعد كده كيانو بيحس ان الاطفال لسه قلقانين وخايفين، عشان كده بياخدهم في حصه وبعدها بيهدوا شويه. وايزاك بيدي كيانو جواب عشان لما يروح لحاكم البلد التانيه يديها له ويتوصى بيه، كمان يحل له كل مشاكله. وكيانو بيشكر ايزاك مره تانيه وبعد كده بيودعهم وبيخلي الاطفال يسلموا عليهم قبل ما يمشوا. لكن بنلاحظ ان الاطفال لسه مصدومين من الموقف بتاع التاجر ومش عارفين يضحكوا زي الاول. حتى كيانو بيلاحظ ده فبياخدهم غابه جايا وبيطلع الحيوانات بتاعتهم عشان يلعبوا معاهم ويبداوا يضحكوا. وبيكملوا بعد كده طريقهم في المغامره. لكن وهم راكبين على ظهر الحيوانات بيقابلوا وحوش كتيره جدا، وفي الوقت ده الحيوانات بتبدا انها تضرب الوحوش دي بكل قوتها. حتى كيانو بيتفاجئ من قوتهم الكبيره. لكن قبل ما الاطفال يرجعوا يلعبوا معاهم تاني بيقرر كيانو انه ينظفهم. فكيانو بيكون سعيد جدا عشان الاطفال رجعوا يفرحوا مره تانيه. وبعد كده بيدوروا على مكان عشان يبداوا يعملوا فيه الاكل، والاطفال بيكونوا جعانين وعايزين ياكلوا. لكن كيانو بيقول لهم ان هو عامل لهم مفاجاه في الاكل المره دي، وفعلا الاكل بيعجبهم جدا. وبيناموا بعد كده عشان يكملوا رحلتهم تاني يوم. لكن كيانو بيفضل باصص للقمر والنجوم وبيبدا يفتكر كل المواقف اللي مر بيها من اول ما جه العالم ده وقابل الاطفال دول. وتاني يوم بيصحى كيانو عشان يكملوا طريقهم عشان يوصلوا للمدينه اللي على المحيط. واخيرا بيوصلوا فعلا وبيشوفوا المحيط. حتى الاطفال بيكونوا فرحانين جدا لانهم شافوه وبيبداوا يبصوا للميه بغرابه، حتى بيكونوا عايزين يشربوا منها. لكن كيانو بيحذرهم لان الميه هنا مالحه جدا، بس ان الفضول اللي عندهم بيخليهم يجربوا. وفي الوقت ده بيظهر علامات التعجب على وشهم. بعد كده بيبداوا يلعبوا مع الحيوانات. وكيانو بعدها بيسمع صوت غريب، ولما بيبص في المحيط بيلاقي ان في واحده بتنادي عليه، فبيكون فاكر انها بتغرق. فبيبدا يدور على حاجه عشان ينقذها بيها. لكن بنكتشف في النهايه انها حوريه البحر وعارفه اسمه، وكمان عارفه ان هو جاي هنا. وبتبدا تعرفه على نفسها وان اسمها ميليتيا وعايزاه عشان ينقذهم من مشكله هم واقعين فيها. وبتقول ان في مشكله في المدينه بتاعتهم وعايزاه عشان يحلها. طبعا كيانو بيكون مستغرب ازاي هيقدر ينزل مدينتهم اللي تحت الميه. فبتديله بعدها اساور هو واللي معاه عشان يلبسوها، ووقتها يقدروا يتنفسوا تحت الميه، كمان مش هيتبلوا نهائيا. وفعلا بيبداوا رحلتهم. ولما كانوا تحت مش بيكونوا واخدين على الوضع في الاول، لكن بعد كده بيبدا يتنفس والاطفال بيكونوا مبسوطين جدا. والحوريه ميليتيا بتاخدهم المكان بتاعهم، وفي الطريق بيشوفوا اسماك وحاجات غريبه على الاطفال، ده غير الوحوش اللي بيقتلوهم كمان في طريقهم. اخيرا بيوصلوا المدينه، لكن ميليتيا بتقول له ان المساعده اللي هي عايزاه فيها دي حاجه ورا المدينه. فبيروحوا لهناك وبنلاقي ان في سفينه كبيره جدا سد على المنجم بتاعهم، وبتكون عايزه كيانو يساعدها ويتصرف في السفينه دي. فعلا بيبدا كيانو بيفكر ازاي يقدر يساعدهم، فبيقرر ان هو ياخدها من ضمن المخزون بتاعه عشان يقدروا يتابعوا الزراعه بتاعتهم في المنجم ده. وفجاه كيانو بيلاقي ان في عدد كبير جدا من الحريات وكل الشعب ده واقف عشان يشكروه على الحاجه اللي هو عملها. وكيانو بيبدا يسالها عن طبيعه الحاجات اللي بيزرعوها في المنجم ده، وبتبدا تشرح له ان الحاجات دي بيستخدموها في العلاجات الطبيه زي الاعشاب والمرجان. وبعدها ميليتيا عشان تشكرهم بتقول لكيانو انها هتاخدهم عشان يزوروا رئيسه المدينه بتاعتهم. فبيتحركوا في طريقهم عشان يروحوا للمدينه، واخيرا بيوصلوا عند رئيسه المدينه وميليتيا بتاخد منها الاذن الاول عشان يدخلوا. واول لما بيدخلوا بنلاحظ ان كيانو والاطفال بيتفاجئوا من مظهرها الجميل جدا. وبعد كده رئيسه المدينه بترحب بيهم
بينهم، وبنعرف ان اسمها توهاتي. وبنلاحظ ان الرئيسه مبسوطه جدا بوجود كيانو معاهم في المدينه، وبتبدا تشكر فيه وبتقول انها عارفه كل حاجه عنه وان هو شخص كويس. ولما ميليتيا بتقول لها كمان ان كيانو انقذ المدينه بتاعتهم من السفينه اللي كانت مضايقاهم، بتفرح جدا وبتبدا تقول كلام حلو لكيانو لدرجه ان هو بيتحرج. فبيتكلم القائد جليدو وبيقول لها تسكت لان كلامها ده بيسبب احراج ليه، وفعلا هي بتسكت في الوقت ده وبيعتذر من كيانو على طريقتها في الكلام. وبتبدا توهاتي تقول لكيانو يطلب كل اللي هو عايزه كمكافاه منهم ليه على مجهوده اللي عمله، لكن كيانو بيكون رافض في الاول، بس لما بيلاحظ اصرار من توهاتي بيفتكر ان هو اصلا مش كويس في سحر الماء، وبيطلب منهم ان هو يتعلم سحر الماء كويس. وفي الوقت ده القائد جليدو بيقول ان هو هيتولى الموضوع التعليم ده بنفسه، وكمان هيعرف الاطفال ازاي يستخدموا السحر بطريقه كويسه. لكن بنلاحظ ان توهاتي مش راضيه وبتقول انهم لازم ياخدوا مكافاه تانية، فكيانو بيقول لها ان تعليم السحر هتكون حاجه كافيه جدا بالنسبه ليه. فبنشوف ميليتيا بتقول لها على حاجه ممكن كيانو يرضى بيها، فبتاخدهم وبتروح مكان فيه شعاب مرجانيه ونباتات طبيه وصخور من معادن غاليه جدا. فكيانو والاطفال بيكونوا شايفين ان الحاجات دي مهمه وغاليه جدا، لكن توهاتي بتبدا تعتذر منهم لان ده اصلا مكان النفايات بتاعتهم. فكيانو بيستغرب لان الحاجات دي غاليه جدا، وبيقول لها خلاص ما دام هما مش بيستفادوا منها هياخدها. وبعد كده بيروحوا القصر الازرق عشان يقضوا فيه ليلتهم مع توهاتي والقائد جليدو. وكمان ميليتيا بتبدا انها تنزل لهم الاكل واللي بيكون عباره عن اسماك، والاطفال بيكونوا مبسوطين جدا بالاكل ده، غير ان الاجواء بتكون مرحه جدا واغاني والناس كلها مبسوطه. والاطفال بيبداوا يبصوا على الاسماك وكيانو بيعرفهم دي سمكه ايه ودي سمكه ايه. ولما بيخلصوا القائد جليدو بيطلعهم فوق المحيط عشان يكونوا في مكان امن ويقدروا يتعلموا فيه السحر كويس. وبيبدا القائد يعلمهم ازاي يستخدموا سحر الماء. وفي الاول بيتكلم مع كيانو وبيقول له ان هو لازم يحس الطاقه السحريه جواه عشان يقدر يعمل كل اللي هو عايزه. وفي الوقت ده كيانو بيجرب على المحيط وفعلا بيقدر يستخدم السحر. وبعد كده بيجي دور الاولاد، والقائد جليدو الاول بيخليهم يحسوا بالطاقه السحريه، بعدين بياخد ميه في ايده قدامهم وبيجرب السحر وهم وقتها بيقلدوه، وفعلا في النهايه بيقدروا يتعلموا بسرعه، حتى ان القائد بيكون مستغرب من مهارتهم وكيانو بيكون فخور جدا بيهم. وبيكملوا تدريبهم لفتره اكبر من الوقت، وكيانو شايف انهم قدروا يوصلوا لمستوى كويس من السحر ده. بس فجاه الاطفال بنلاقيهم خايفين، ولما بيبص كيانو بيلاقي دوامه كبيره بتحصل في المحيط، فكان شاكك ان ده وحش او حاجه خطيره ممكن تاذيهم. وبنروح بعد كده بالمشهد لسيلفرال واللي بتتكلم مع الخدم بتوعها عن الوضع اللي كيانو فيه دلوقتي، وبعد كده بتشرب كوبايه شاي، لكن فجاه الخادم بيقول لها ان كيانو في مشكله دلوقتي. ولما بنروح بالمشهد لكيانو بنلاحظ ان في تنين بحر ظهر قدامهم وبيكونوا خايفين جدا، لكن كيانو بيلاحظ ان التنين مش بيهجم عليه وبيبدا انه يتكلم كمان. وكيانو بيكون مستغرب ان هو بيتكلم، ده غير كده عارف ان كيانو جاي من عالم تاني. كمان بيقول له ان الطفلين دول يكونوا اولاد بطل الماء. فلما كيانو بيسمع منه كده بيساله عرف منين، فبيقول له التنين ان هو اصلا اللي كان مكلف بحمايتهم، لكن ما ينفعش هو يعيش وسط البشر عشان هيحصل دمار ورعب بينهم. وبعد كده بيحاول التنين انه ياخد الاطفال من كيانو وبيقول عشان هو هيقدر يحميهم اكتر، بس الاطفال بيمسكوا في كيانو وبيقولوا انهم عايزين يفضلوا معاه على طول. وبنعرف ان دي كانت لعبه بس عشان عايز يعرف الاطفال بيحبوا كيانو ولا لا، وهو دلوقتي خلاص كده اطمن عليهم. وبيتفق بعدها مع كيانو انه لو نادى عليه في اي وقت هيظهر عشان يساعدهم. وكيانو بيطلق عليه اسم كايزر، ده غير ان كايزر في الوقت ده بيديله حجر سحري وبيقول له ان لو الحجر ده هيكون معاه على طول هيقدر كايزر يعرف مكانهم ويساعدهم في اي وقت. وبعد كده بياخدهم على ظهره عشان يرجعهم مدينه الحريات مره تانية، واخيرا بيوصلوا وبيودعوا كايزر في النهايه. وكيانو والاطفال بيدخلوا على توهاتي وميليتيا واللي بيكونوا فرحانين جدا عشان قدروا يخلصوا تمريناتهم وتعلموا السحر. والاطفال بيقولوا انهم جم على ظهر حيوان، بس كيانو بيقول انها سمكه عشان ما ينفعش يقول تنين ويخضهم. وبتبدا توهاتي تقول لهم يدخلوا يرتاحوا شويه لانهم اكيد تعبانين من التمارين طول اليوم، لكن كيانو كان ليه راي تاني لما بيقولوا انهم محتاجين يمشوا عشان يتاخروا على المشوار بتاعهم. وميليتيا وتوهاتي بيكونوا زعلانين عشان هيمشوا، لكن كيانو بيقول لهم مفيش داعي. وتوهاتي بتقول لهم يستنوا وبتجيب صندوق معاها، وبيكون كيانو فاكر انه كنز وبيتخض منه، لكنه بيطلع اكل في الاخر. وخلاص بيودعوهم وبيفضلوا ماشيين في طريقهم عشان يكملوا مشوارهم لمدينه بيلي واللي بتكون المدينه اللي المفروض يروحوها. لكن في طريقهم الاطفال بيلاقوا سلطعون فبيقتلوه، وبعد كده بيقفوا لانهم شافوا باب شكله غريب ومش معروف هو باب ايه، وبيكون عندهم الفضول والاولاد بيجروا يدخلوا مره واحده، وبيروح كيانو وراهم بعد كده وبيلاقوا نفسهم قدام كره سحريه واللي هتنقلهم لمكان غريب. وبيعرف كيانو انها متاهه ومتكونه من 30 دور، ولما بيسال الاولاد بيقولوا انهم عايزين يروحوا المتاهه دي وانهم مش تعبانين، لكن كيانو بيقول لهم الغدا الاول. وبعد كده بيتفقوا انهم هينزلوا 10 ادوار بس ويروحوا المدينه عشان يرتاحوا بعد كده ويكملوا في يوم تاني. وفعلا الاولاد بيوافقوا، وبعد كده بيوصلوا الدور الاول واللي بيكون فيه ضفادع وبيقتلوها بالسحر بتاعهم في النهايه. وبعد كده بيدخلوا من باب سري في الدور الثاني وبيكون فيها صناديق كنز كتير كلها اسماك وحاجات نادره. وبعد كده بيوصلوا الطابق الخامس، لكن كيانو بيقول لهم يرتاحوا الاول وياكلوا العشاء وبعد كده بيناموا عشان يصحوا تاني يوم يكملوا المغامره بتاعتهم. وفعلا بيمشوا في الدور السادس واللي بيكون فيه قدامهم وحش بالصدفه، لكن كيانو بيحذرهم انهم لازم يقتلوه من بعيد، وفعلا بيقتلوه. كيانو بيكون مبسوط جدا بيهم
بيهم، حتى انه لما بيبص على مستواهم بيلاقيه بقى عالي جدا بالنسبه للاطفال. والاطفال بعدها بيجيبوا الغنيمه اللي وقعت من الوحش، ولما بيستخدمها كيانو بتعمل صوت عالي جدا والاطفال بيتخضوا. وبعد كده بيقابلوا وحش تاني وبيقتلوه، لكن كيانو بيخلي الغنيمه معاه المره دي. واخيرا وصلوا الطابق العاشر وقدامهم باب واللي بيكون فيه زعيم الطابق العاشر، واول لما بيدخلوا بتبدا الاسماك القويه تهجم عليهم، لكن كيانو والاطفال بيهزموهم في النهايه وبيبداوا يجمعوا الغنيمه بتاعتهم. والاطفال بياخدوا بالهم ان في صندوق تحت الميه، ولما بينزلوا بيلاقي كيانو في الصندوق اسوره زي اللي معاهم، وبيقولوا ان لو معاه منهم كتير هيقدر يخلي الوحوش بتوعهم ينزلوا معاهم. وخلاص بيخلصوا مشوارهم في المتاهه وبيطلعوا عشان يستخدموا الكره السحريه اللي هتوديهم المدينه، وبعدين يبقوا يرجعوا مره تانية عشان يكملوا باقي المتاهه. وبيوصلوا فعلا المدينه واللي بيكون شكلها حلو جدا والاطفال بيكونوا مبسوطين. وقتها بيفتكر كيانو الجواب اللي كان اخده من ايزاك عشان يديه لحاكم مدينه بيلي عشان يهتم بيهم، لكن في الاول كيانو بيقولوا انهم ياخدوا جوله في المدينه، وفعلا بيتمشوا لحد لما بيلاقوا واحد بيبيع حاجات حلوه، بس كيانو بيكون عايز يحط النكهه بتاعته. ولما الاطفال بياكلوها بتعجبهم جدا، حتى ان البائع بيتعجب من اللي عمله. وبعدها كيانو بيعرض عليه يدوقها، ولما بيلاقيها حلوه كل الموجودين في البلده بيقولوا انهم عايزين ياكلوا زيهم. وبيبدا كيانو يساعد البائع في الطريقه لحد لما الكميه اللي معاه بتخلص. وبعد كده البائع بيسال كيانو عن ماء الصويا ده بيجيبه منين، وبيبدا البائع يجري في طريقه عشان يدور بنفسه على ماء الصويا ويعمل منه الاكل عشان يكسب فلوس كتير. وبيبدا كيانو يتحرك مع الاطفال اللي مش بيكونوا عارفين هو رايح فين، لكن فجاه بنلاقيه راح عند الحداد وبيطلع له الحجر اللي اخده من تنين الماء عشان يعملوه له سلاسل ويقدروا يلبسوها، لان كده حجمه كبير جدا. والحداد اول لما بيشوف الحجر بيستغرب، ده غير ان المساعد بتاعه كمان لما بيجي بيستغرب اكتر هو كمان. وبعد كده بيرسم لكيانو تصميم حلو عشان ينفذه، والاطفال بيوافقوا على التصميم ده وبيقولوا ان شكله حلو. وبيكون الحداد محتاج خيط عشان يعمل السلسله، ولما كيانو بيطلع له الخيوط اللي معاه بيتفاجئوا لانها حاجه نادره جدا ومش بتكون مع الناس كلها. وبعد كده بيقول الحداد انه عايز منها 3 عشان يكون ليه وللاطفال، فبيقولوا الحداد انه هيعمل 3 اشكال مختلفين. ولما كيانو بيطلع له جلد التعبان اللي قتلوه عشان يعمل لهم دروع وقفازات على ايديهم، الحداد والمساعد بيتفاجئوا بدرجه كبيره جدا المره دي. لكن في الوقت ده الحداد بيفهم ان اصلا كيانو مغامر من الدرجه الف، عشان كده معاه كل الحاجات الثمينه دي. وفي النهايه بيودعوا الحداد لحد لما يرجعوا له مره تانية وياخدوا الحاجه بتاعتهم لما تخلص. وبعد كده كيانو بياخد الاطفال معاه وهو رايح يقابل سيلفرال عشان يطمنها عليهم، وبيبدا يتكلم معاها وبيقول لها انهم وصلوا المدينه بخير. كمان بيقول لها انه عرف ان الاطفال دول يكونوا ابن بطل الماء، فسيلفرال بتعتذر منه لانها ما قالتلوش، لكن ما ينفعش تقول له من الاول. بس كيانو بيقول لها خلاص مش مشكله، هو اصلا كان شاكك من البدايه، بس هو عايز يعرف حاجه واحده دلوقتي وهي ابوهم فين وبيعمل ايه. فبنلاحظ ان بطله الرياح سيلفرال سكتت شويه من التوتر، لكن بعدها كيانو بيفهم من نظرات سيلفرال انها ما ينفعش يتكلم معاه في الحاجات دي. بعد كده سيلفرال بتقول له ان في اخبار حلوه، وهي ان هو دلوقتي بقى واحد رسمي منهم ومن احسن التلاميذ عندها. فبيتفاجئ كيانو وبيقول لها المفروض يعمل ايه دلوقتي، فهي بتقول له بس هيكتفي انه يرعى الاطفال دول كويس جدا، واذا احتاج اي حاجه هيبلغها وهي هتساعده فورا. ده غير انها بتقول له ان في هديه من بطل النار. ولما بيبص كيانو في اللوحه بيتفاجئ من الهدايا الكتير والقويه، ولما بيسال عن السبب بتقوله لان بطل النار بيحب الطبخ جدا وعشان كده بيكافئك لانك طورت من الطبخ في المدن اللي رحت فيها. ده غير انه كمان هيبعت لك وحش يكون معاك، وكمان هيديك مهاره استخدام سحر النار. وبنلاحظ ان كيانو فرحان جدا بسحر النار، وده بيخلي سيلفرال متغاظه عشان هو شايف سحر النار احسن من سحر الرياح. وبعد كده بيودعوا سيلفرال عشان يرتاحوا في اي مكان النهارده. بس بنلاحظ ان سيلفرال متضايقه من نفسها عشان ما قالتش لكيانو على حقيقه بطل الماء، وانه اصلا كان متجوز واحده في السر ودول يكونوا اولادها. وفجاه بيوصل بطل النار واللي بيتكلم مع سيلفرال عن شجاعه كيانو، وبيقول لها ان هو هيبعت له احسن وحش عنده بكره. وتاني يوم بنشوف كيانو والاطفال على الشاطئ وبيلعبوا مع جول وفيت وبولت، وبيبدا كيانو يعمل لهم لعبه في المحيط. لكن فجاه وهم بيلعبوا كيانو بيلاقي صوت قوي ونار من وراه، فبيتخض جدا. واول لما بيبص بيلاقي اسد كبير وبيكون خايف لحد لما بيشوف اللوحه، وبيعرف ان الاسد ده هو هديه بطل النار ليه، لكن بيكون الحجم بتاعه ضخم جدا. وبنلاحظ انه بيحب كيانو جدا. وبعد كده كيانو بيقول له ان اسمه هيكون فيكتور، وكمان بيقول له يصغر حجمه شويه. والاطفال بيكونوا فرحانين جدا بيه وبيبداوا يلعبوا معاه وبيعرفوه على نفسهم، والكل بيكون مبسوط وبيلعبوا مع الحيوانات. لكن فجاه فيكتور بيجري لبعيد وبيرجع ومعاه واحده في بقه، حتى ان كيانو بيستغرب وبيكون فاكر ان فيكتور هو اللي قتلها، لكن بعد كده بيعرف انها بس مغمى عليها وتعبانه. ولما الاولاد بيحاولوا يتكلموا معاها بتقول ان هي جعانه، فبيبدا كيانو يحضر لها اكل عشان كلهم ياكلوا. وهي بتصحى فورا اول لما بتسمع ان في اكل، لكنها بتكون متفاجئه من الوحوش، وكمان بتتفاجئ من وجود كيانو والاطفال. وبعدها كيانو بيقرب عليها وبيديها الاكل وهي بتكون سعيده جدا وبتبدا تاكل بسرعه لانها كانت جعانه. وبنلاحظ ان الاطفال بداوا يقلدوها، لكن كيانو بيقول لهم ما يعملوش كده لان ده غلط. وبعد ما بتخلص اكل بتتكلم مع كيانو وبتعرفهم على نفسها وان اسمها
فيفي، والاطفال بيعرفوا عن نفسهم كمان، وكمان كيانو بيعرف نفسه، والبنت بتبدا تقول انها كانت في مهمه سريه عشان تجمع معلومات عن شخص معين، وهي في طريقها بيكون الاكل اللي معاها خلص وبدات تاكل من الغابه، لكن هي بقالها يومين مش بتاكل، فبعدها فقدت الوعي، وبعد كده بتقول انها محتاجه تمشي عشان ما تتاخرش، وفعلا بتمشي فورا. وبنلاحظ ان الاطفال بيسالوا كيانو سؤال مفاجئ لما بيقولوا له يعني ايه اب وام، فبيبدا كيانو يتكلم معاهم وبيقول لهم دول جزء من العيله، لكن الاولاد مش بيكونوا فاهمين برضه، فبيوضح لهم ان الاب والام دول هم اللي بيجيبونا للدنيا، وبعد كده بتتكون العيله. وفعلا الاولاد بداوا يفهموا، وبعد كده لعبوا مع الحيوانات، وكيانو متوقع انهم في يوم من الايام هيسالوا عن ابوهم وامهم اكيد. وبعد كده بيتجه كيانو ناحيه النقابه في البلده دي، واللي منها هيقدر يشوف المهمات ويعملها عشان ياخدوا فلوس ويعيشوا. ولما بيبص على المهمات بيلاقي نفسه عاملها اصلا ومجمع الموارد كلها، وبيروح عند البنت اللي اسمها كارولا وبيقول لها ان هو معاه الحاجات دي كلها، وهي بتستغرب منه. ولما بتاخد البطاقه بتاعته بتلاقي ان مستواه عالي فبتتخض وبتتكلم بصوت عالي. والمره الثانيه لما بتكشف عن بطايقهم كلهم بتلاقي انهم اكتشفوا متاهه جديده اصلا، وبتتفاجئ بطريقه كبيره، والكل بياخد باله من الموضوع ده بسبب صوتها العالي. وكيانو والاطفال بيكونوا متوترين شويه ومش عارفين يعملوا ايه، لكن طبعا هي اللي عملته ما ينفعش، عشان كده بنلاقي مدير النقابه متضايق من كارولا وبيخليها تعتذر لكيانو والاطفال عن اللي عملته، وكيانو بيقبل اعتذارها، وبيبدا المدير يتكلم معاه عشان يشرح له ازاي هو قدر يكتشف مكان المتاهه دي. وفعلا بيبدا كيانو يشرح مكانها، والمدير بيكون مستغرب هو ازاي قدر ينزل المسافه دي كلها تحت الميه، لكن كيانو ما ينفعش يقول لهم عن الاساور اللي اخدها من الحريات، وبيقول ان هو واثق في قدراته على الغطس مش اكتر، وده بيكون كل اللي يقدر يقوله للمدير في الوقت الحالي. وتاني يوم المدير بياخده معاه عشان يقابله حاكم بيلي ويحكي له عن المتاهه، والحاكم سيدريك بيقابل كيانو وبيبدا يتكلم معاه وبيعرفهم على نفسه، وبنلاحظ ان كيانو مستغرب لان نفس اسم العيله هو اسم ايزاك، عشان كده بيفتكر ايزاك لما اداله الجواب. وبعد كده الحاكم سيدريك بيقول ان ايزاك ده يكون اخوه الصغير، وبرضه الاطفال كمان بيلاحظوا الشبه في الشكل بين ايزاك وسيدريك. وبعد كده بيقعدوا كلهم مع السيد سيدريك، واللي بيطلب من الخادم يقدم لهم الشاي، لكن فجاه الاطفال بيشوفوا ولدين بيبصوا من الباب فبيستغربوا، ولما بيسالوا السيد سيدريك مش بيكون عارف ايه بالظبط، فبيقول ممكن يكونوا الجنيات، فالاطفال بتخاف. وبعدين بيبداوا يشربوا الشاي، وبيتكلم واحد جاي من النقابه مع كيانو عن المعلومات اللي وصلت لهم بالنسبه للمتاهه، لكن بنلاحظ في الوقت ده ان سيدريك وكمان الموجودين في النقابه مبسوطين عشان في اكتشاف متاهه جديد حصل في الولايه بتاعتهم. وكيانو بعدها بيطمن ان اللي عملوا حاجه حلوه، وبيعرف ان المتاهه دي تعتبر مكان للموارد وبتخلي المدينه غنيه، وكل المغامرين اللي فيها مبسوطين عشان هيقدروا يلاقوا شغل اكتر. وبيبدا الولد يتكلم مع كيانو وبيعرفوا ان في عدد كبير جدا من المتاهات لسه محدش عارف هم فين بالظبط. وبعد كده بيتكلم السيد سيدريك اللي بيقول ان خلاص كده الامر انتهى، وفاضل ان كيانو ياخد المكافاه بتاعته عشان اكتشف المتاهه دي، لكن كيانو بيكون مصر ان هو ما ياخدش هدايا. فالحاكم بيقول ان المتاهه كده كده هتتسمى باسم كيانو، لكن كيانو مش عايز يكون ظاهر اكتر من كده. وفي اللحظه دي الحاكم بيوافق على طلبه، بس بشرط انه لازم ياخد المكافاه اللي هو هيقول عليها. وبعدها الولد الموجود بيستاذن عشان يمشي، لكن بنلاحظ ان سيدريك بيتكلم معاه على اللي عملته كارولا في النقابه، وبيقول الولد وهو متوتر ان حاجه زي كده مش هتتكرر تاني، وكمان بيعتذر لكيانو عن اللي حصل. والامر بينتهي بعد كده، وبيبدا السيد سيدريك يتكلم مع كيانو والاطفال عن رحلتهم، فبنلاحظ ان الاطفال فرحانين عشان المحيط. وفجاه بيدخل الخادم اللي بيقول للسيد سيدريك على الغدا، والسيد بياخد كيانو والاطفال معاه طبعا، واللي بيتفاجئوا من شكل المكان الجميل. وبعد كده بيعرفهم على زوجته اوليفيا واولاده سيودور ولاتس، والاطفال بيكونوا خايفين منه ومكسوفين عشان ما تعاملوش مع اولاد في سنهم قبل كده، وبيقعدوا على الاكل اللي بيعجب كيانو جدا وبيشكر فيه، حتى الاطفال كمان بيكونوا شايفين ان الاكل طعمه حلو. وبعد كده السيد سيدريك بيتكلم عن الوصفه بتاعت كيانو واللي عملها عند ايزاك، واللي هي الخبز، وبنلاحظ ان الكل عايز يجربها، لكن الاطفال بيقولوا ان في حاجه احلى اسمها الجيلي. في الوقت ده بيستغرب كل الموجودين من الاسم، وبيكونوا عايزين يعرفوا هو ايه بالظبط، وبيبداوا ياكلوا وبعدها بيخمنوا المكونات لكن مش بيعرفوا. ولما الاطفال بيقولوا ان ده وحش السلايم بيستغرب كل اللي قاعدين. بعد كده بيبدا كيانو يشرح طريقه العمل بتاعته، واللي في النهايه بتخلي الحاكم عايز يفتح مطعم يربي فيه وحش السلايم عشان يعمل جيلي كتير، وبيقولوا ان هو كده هيقدر يتفاخر قدام اخوه ان عندهم وصفه اكل جديده زيهم. وبعد كده سيدريك بيقول لكيانو انه لازم يبات هنا معاهم عشان يردوا له الفضل بتاعه، وفعلا بيباتوا في القصر بتاع الحاكم سيدريك، والاطفال فرحانين جدا بالسرير وبيلعبوا. وتاني يوم كيانو بيصحى بدري وبيلاحظ ان سيدريك كمان صحي، وبيقرا رساله من اخوه ايزاك، وبيفهم وقتها كيانو ان سيدريك بيتفاخر بالحلوه الجديده اللي عملها كيانو. وفي نفس اللحظه بيكون ايزاك بيقرا في الرساله لما فولت بيدخل عليه وبيساله هو مستغرب من ايه، فبيقول ان كيانو اكتشف متاهه جديده في بيلي وكمان اخترع لهم وصفه جديده، فبيكونوا عارفين ان امبراطور البلاد كده هيكون عايز يشوف كيانو عشان يفهم منه ازاي بيقدر يعمل الحاجات دي. لكن للاسف ايزاك وفولت بيكونوا عارفين ان الكلام ده هيضايق كيانو وهيكون عايز يمشي من البلد نهائي. وبنرجع بعد كده لكيانو والحكيم سيدريك مره تانية، واللي بياخدهم السوق عشان ياكلهم حاجه جديده عندهم، لكن بنتفاجئ ان هو نفس الشخص اللي كيانو علمه طريقه صلصه الصويا في الاول. وبيبدا الحاكم يسال كيانو ازاي يقدر يجيب الصلصه دي، وبعد كده بيكملوا اليوم وهم بيتمشوا في المدينه. لكن فجاه سيدريك بيكون ماسك في ايده كيس عليه رسمه علامه غريبه، فبيحس كيانو انه شافها قبل كده، وفعلا بيفتكرها لانها كانت على السفينه اللي هو طلعها من المحيط. وبيبدا كيانو يتكلم مع سيدريك وبيساله اذا يعرف حاجه عن سفينه اسمها ليتيلدا، فبيقول انه قرأ عنها قبل كده. وبيجي واحد تاني يقول ايوه دي سفينه مشهوره وغرقت مننا في المحيط. في الوقت ده كيانو بيقول لهم ان السفينه دي هو لقاها وعايز
عايز يرجعها لهم مره تانية، وبيكونوا مستغربين اصلا ازاي قدر يطلعها من قاع المحيط بالسهوله دي، وبيستغربوا اكتر لما بيسالوه هو عايز ايه مقابل كده. لكن كيانو بيرفض ونظراتهم بتكون غريبه، فكيانو بيكون فاكر انه عمل حاجه غلط، لكن بيفهم في الاخر ان عندهم هنا اللي بيلاقي حاجه اما بياخدها ليه او بيرجعها، بس بياخد عليها مقابل. وبعد كده الاطفال بيسالوا كيانو هو هيعمل ايه دلوقتي، فلما بيقول لهم انه هيرجع السفينه بيستغربوا وبيسالوا عن السبب، فهو بيقول لهم ان ده الصح عشان الحاجه بتاعتهم. وفعلا كيانو بيروح قدام البحيره وبيطلع السفينه، والراجل صاحب السفينه بيكون مبسوط جدا وبيشكر كيانو على المجهود بتاعه، وبعدها بياخده في السوق ياخد كل اللي هو عايزه. وكيانو في الوقت ده بياخد حاجات كتير من السوق، وبعد كده بيقول للاطفال انه هيعلمهم نوع اكل جديد. وفعلا بيستخدموا الجنينه بتاعت سيدريك وبيلبسوا لبس الطبخ عشان يساعدوا كيانو، وبيبداوا يجهزوا المكونات. وفي النهايه كيانو بيخلص الاكل واللي بيكون اسمه كاري، والريحه بتاعته بتكون حلوه جدا لدرجه ان كله بيتجمع على الريحه، وبيبدا كيانو يحطهم في اطباق عشان الكل ياكل. وطبعا الاكل بيكون طعمه حلو جدا، حتى ان سيدريك مش متمالك اعصابه من جماله. وفجاه بيدخل رئيس الطباخين واللي بيقول لكيانو ان الوصفه طعمها حلو جدا، وكمان عايز كيانو يكون الاستاذ بتاعه. طبعا بيكون في احراج لكيانو، فسيدريك بيخلي رئيس الطباخين يسكت، وبعد كده بيقعد الاطفال كلهم مع كيانو، وسيودور ولاتسي بيسالوا كيانو عن المغامرات اللي عملها والوحوش اللي قتلها كمان. فبيبدا كيانو يقول لهم والاطفال بيتحمسوا جدا، كمان بيمدحوا في إيلين وإيلينا لما بيعرفوا انهم اقوياء، وده بيحرجهم جدا. وبعد كده بيخرجوا في المدينه وبيروحوا المخبز عشان كيانو يعمل لهم الخبز اللي فيه شوكولاته، وبيبدا الاولاد يساعدوا بعض، وده بيخلي كيانو مبسوط ان إيلين وإيلينا اندمجوا معاهم. وفي النهايه الاكل بيخلص والكل بياكل منه، وبنشوف رد الفعل على الاكل واللي بيكون طعمه حلو جدا لدرجه ان الطباخ بيقول انه عايز يكون تلميذ عند كيانو. وبعد كام يوم كيانو بياخد الاطفال في مغامره وبيخرج الوحوش عشان يساعدوهم، وبنلاحظ ان فيكتور زعلان عشان كيانو قرر انه يركب على جول وفيت، والطريق بيكون ضيق فبينزل من عليهم وبيخليهم يصغروا في الحجم. لكن فيكتور بيجري بسرعه فبيقدر يكسر الاشجار ويوسع الطريق، وفجاه الاطفال بيحسوا ان في خطر بيقرب منهم. وفعلا كيانو بيشوف 4 من قطاع الطرق طالعين عليهم، وكيانو بيكون مقدر خطوره الموقف وان الامر هيكون صعب، عشان كده بيحاول يقول للاطفال يبقوا بعيد وهو هيتولى الامر بنفسه. لكن بيلاحظ اصرار كبير منهم فبيقول لهم ما يقتلوش حد، كمان بيحذر الوحوش اللي معاه بيقول لهم ما حدش يأذيهم بطريقه كبيره. وبتبدا المعركه ولسه الاطفال وكيانو بيهجموا، لكن فجاه فيكتور الاسد بيجري اسرع منهم وبيقدر انه يضرب كل قطاع الطرق لوحده. طبعا كل الموجودين بيتفاجئوا من مهارته العاليه، والاطفال بعد كده بيشكروه على مجهوده. وكيانو بيقول انه هيسيبهم كده لحد لما الحكومه تيجي تاخدهم، لكن الاول بيسالهم على المقر بتاعهم. ولما الراجل مش بيرضى يتكلم بنشوف فيكتور ظهر قدامه فبيخاف منه وبيتكلم فورا. واول لما بيوصلوا المقر بيكون كل الموجودين مستغربين من وجودهم، لكن إيلين وإيلينا مش بيدوهم فرصه وبيضربوهم كلهم. كمان فيكتور بيساعد معاهم وفي النهايه بيهزموهم. وكيانو بياخد جوله في النفق مع الاطفال، ولما بيبصوا في مكان كده بيلاقوا كنز كبير جدا، والاطفال بيروحوا لمكان تاني، واللي اول لما بيشوفوا كيانو بيلاقي فيه الاسرى اللي قطاع الطرق اخدوهم، وبيقرب منهم عشان يساعدهم، لكن بيكونوا خايفين في الاول، لكن طبعا في النهايه بيطلعهم وهم بيكونوا فرحانين جدا عشان شافوا النور اخيرا. كمان بنلاحظ ان فيكتور بيتكلم، حتى كيانو اللي معاه بيستغربوا، وبعدها كيانو بيعرف انه اتعلم المهاره دي بعد ما قتل قطاع الطرق. وبنشوف بعد كده بطلنا كيانو مع إيلين وإيلينا في طريقهم للحداد، واول لما كيانو بيدخل بيقولوا للحداد ان هو كان مستنيه اصلا، فبينادي على المساعد بتاعه رودري عشان يجيب الحاجات اللي عملوها لكيانو. فبيوصل رودري بالحاجات اللي معاه، وبيكون شكل السلاسل حلو جدا وبيعجب الاطفال. كمان بنشوف القفازات الجلد اللي بيشكر فيها كيانو، والحداد بيقول لهم ان هو مبسوط عشان سمع الكلام ده منهم، وبيقول كمان ان الموارد اللي جابوها ليه كانت حاجات حلوه. وبيبدا كيانو يلبس القفاز بتاعه وبيكون مبهور بيه جدا لان شكله حلو، وبيبدا الحداد يقول له يجيب الصقر عشان يجرب عليه القفازات، لكن كيانو بيكون متردد شويه. بس للاسف بيكون الحداد ورودري مصرين انهم يشوفوا الصقر، ولما بيخرجوا كيانو بيستغربوا جدا لان اصلا ده صقر نادر ومش موجود غير مع الابطال. وبيبدا الاطفال يجربوا هم كمان يتعاملوا مع بولت، لكن وهم في المدينه الكل بيبص عليهم، عشان كده كيانو بيقول لهم يشيلوا بولت افضل. وبعدين بيقعد يتكلم مع الحاكم سيدريك عن قطاع الطرق، فالحاكم بيقول له ان من ضمن المسروقات كان في لوحه مهمه، وفعلا كيانو بيلاقيها وبيرجعها ليه مره تانية. وبنشوف كيانو والاطفال نازلين المحيط مره تانية، بيكونوا في طريقهم لمدينه الحريات عشان يطلبوا منهم اساور سحريه للحيوانات بتاعتهم عشان يقدروا يستخدموها تحت الميه. وفعلا الاميره توهاتي بتوافق وبتجيب لهم ميليتيا كل الاسوار اللي محتاجينها، وبيودعوهم بعدها وبيبلغوهم اذا احتاجوا اي حاجه يعرفوهم فورا. وبعد كده بيرجعوا للمتاهه مره تانية واللي كانوا وقفوا فيها عند الدور العاشر، وفعلا بيكملوا طريقهم في المتاهه. وكيانو بيكون ماشي ورا كلام الاطفال، لكن للاسف الجو بقى ممل لان مفيش اي وحوش نهائيا قابلتهم. بس فجاه الاطفال بيحسوا بخطر وبيبداوا يجروا ناحيته، واخيرا بيلاقوا وحوش وبيكونوا فرحانين جدا وهم بيقتلوهم. وبعد كده بيلاقوا اوضه فيها كنز وبيقدروا يستخرجوهم، كمان بيناموا عشان يكملوا مشوارهم تاني يوم. وكيانو بيلاحظ ان الاطفال بردانين فبيطلع لهم جواكت تقيله عشان يتدفوا، وفي نفس الوقت بيظهر دب كبير قدامهم، ولما بيقتلوه بيلاقوا معاه فرو كبير، وبيفكر كيانو يعمل لهم معاطف يلبسوها، والاطفال بيكونوا مبسوطين جدا من كلامه. كمان بيقولوا انهم عايزينه يعمل لجول وفيت كمان. وفجاه بيظهر قدامهم وحش السلحفاه واللي بيقدر كيانو يتفادى القنابل بتاعته وبيحذر الاولاد منها، وفي النهايه بيضربوا كيانو وبعد كده الاولاد بتكمل عليه فبيقتلوه اخيرا بكل سهوله. لكن وهم في طريقهم بيدوسوا على فخ،
لكن بيقدروا يتفادوا الضربات بتاعته، وبعد كده بيقتلوا السمكه الوحش اللي بتقابلهم وبيبداوا ياكلوا، وبعدها بيناموا عشان يرتاحوا. وفي طريقهم تاني يوم بيكونوا خرجوا الوحوش بتاعتهم لما بيقابلهم تماسيح، فبيقتلهم فيكتور فورا. واخيرا بيوصلوا الدور الاخير واللي هيكون فيه الزعيم الوحش، واول لما بيفتحوا بيلاقوا نفسهم على المحيط وبيخرج قدامهم الاخطبوط الكبير، لكن ضرب كيانو مش بيأثر فيه ولا حتى ضرب الاطفال، عشان كده بيقرروا انهم يضربوه ضرب جماعي. وفعلا كلهم مع الوحوش بيتحدوا وبيعملوا ضربه قويه جدا من النار والرياح والماء والرعد، وبيقدروا انهم يقتلوا الاخطبوط في النهايه، وبيرجعوا للمتاهه مره تانية. وبيبدا كيانو يفتح الصندوق عشان يشوف ايه الكنز اللي هياخده المره دي، فبتكون المكافاه عباره عن سيف واضح عليه القوه، فبياخدوا كيانو وبيقول كيانو للوحوش يستخبوا مره تانية عشان وهم خارجين هيكون في ناس كتير بره، وبلاش يشوفوهم عشان ما يتخضوش من منظرهم. وبيرجع كيانو بعد كده هو والاطفال للقلعه مره تانية عند الحاكم سيدريك، واللي بيرحب بيهم مره تانية بعد رجوعهم. والاولاد بيسالوهم عن الحاجات اللي قابلوها في المتاهه، لكن الحاكم سيدريك بيقول له ان في ناس تانية كمان كانت مستنيه يرجع، مش هو بس. وفي الوقت ده بنشوف ايزاك وفولت، حتى ان كيانو بيستغرب من وجودهم، وبعد كده بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وكيانو بيسالهم عن سبب وجودهم هنا، فبيقولوا انهم سمعوا ان في شخص اكتشف متاهه جديده في بيلي وهم جايين ياخدوه للعاصمه الملكيه عشان الامبراطور عايز يقابله هو وفريقه بنفسه. فكيانو بيقول لهم ان هو الشخص ده، لكن بيكون متوتر، فهم وقتها بيقولوا عشان كده هم جايين بنفسهم عشان ياخدوه. فكيانو بيسال الاولاد اذا هم موافقين يروحوا رحله صغيره كده للعاصمه ويرجعوا هنا تاني، فالاطفال بيكونوا ما عندهمش مانع، لكن كيانو بيلاحظ ان اولاد سيدريك زعلانين، عشان كده بيقرر ان هو يخليهم يقضوا يوم ممتع مع بعض، وبيخلي الاطفال كلهم يلعبوا في الجنينه مع بعض وهم مبسوطين وبيضحكوا. وكيانو بيبدا يتكلم مع فولت وايزاك عن الاوضاع، وبنلاحظ ان فولت بيقول ان الكره دي ممكن تنفجر في اي لحظه والاولاد بيلعبوا بيها، لكن كيانو بيقول ان هو عمل عليها تعديلات ومستحيل ان الكره تاذي اي حد تاني. وبعد كده بنشوف ايلين وايلينا بيقولوا لكيانو يشاركهم في اللعبه، وكمان اولاد سيدريك بيقولوا لايزاك وفولت، وبيبدا الكل يلعب والاجواء بتكون سعيده. وبالليل كيانو بينام الاطفال في السرير وهو خايف من لحظه الوداع بتاعتهم مع سيودور ولاتس، لانه حاسس انهم هيكونوا زعلانين جدا في الوقت ده. وبعد كده بيخرج عشان يقعد مع سيدريك وفولت وايزاك، وبيبداوا يتكلموا معاه عن ايلين وايلينا، وبيقولوا انهم بيحبوه جدا. فبيبدا كيانو يفتكر الايام بتاعتهم مع بعض وازاي هو لقاهم في الغابه والحاجات اللي دايما بيعملها عشان يخليهم فرحانين مش اكتر. وفجاه في وسط الكلام بيبدا انه يبكي من الفرحه. وتاني يوم بيجي وقت انهم يمشوا من المدينه، وبنلاحظ ان ايلين وايلينا مش عايزين يمشوا ويسيبوا سيودور ولاتس. وفي الوقت ده بنشوف الاطفال راحوا ناحيه الحاكم سيدريك وكمان عيلته، وبيقولوا انهم مش عايزين يروحوا مع كيانو. فسيلفرال بتقول ان كده كيانو مش هيروح مع فولت وايزاك بسبب الاطفال، لكن كيانو كان قراره مفاجئ للكل لما بيقول ان خلاص هو هيروح وايلين وايلينا هيستنوه هنا. وبنشوف علامات التعجب والدهشه على فولت وايزاك لانهم مش مصدقين ان كيانو هيفترق عن الاطفال. فبيمشي كيانو في طريقه، لكن فولت بيقول لكيانو ان خياله بيتحرك، وفعلا دول بيكونوا الوحوش. وفي نفس الوقت ده الاطفال بيجروا ناحيه كيانو وبيقولوا انهم مش هيقدروا يبعدوا عنه. وفجاه الوحوش بتطلع من خيال كيانو وبيبداوا يحضنوا الاطفال وبيقولوا لهم ما يبعدوش عنهم مره تانية، حتى ان فولت وايزاك بيتعجبوا من وجود الوحوش دي مع كيانو. بعد كده الاطفال بيتكلموا مع كيانو وبيقولوا انهم مش عايزين يبعدوا عنه ابدا، وهو كمان بيكون عايز كده. فكيانو بيقول للاطفال يودعوا سيودور ولاتس وانهم هيتقابلوا مره تانية اكيد. وكيانو بيركب الحصان مع الاولاد وبيبداوا رحلتهم للعاصمه الملكيه. يا ترى ايه اللي مستني كيانو والاطفال في العاصمه الملكيه؟ وهل معامله الامبراطور كويسه؟ كل ده هنعرفه في الجزء الثاني من الحكايه. وبكده يكون خلص الموسم الاول من الانمي، والموسم الثاني اول لما ينزل هنلخصه على طول. فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك لان ده بيشجعنا استمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده، والسلام.